المخزنيه واد سلوان واحد اللي كتمتد على ما يقارب 448 هكتار، وكتشكل من الحزام الاخضر ومن الاشغال ديال محاربه زحف الرمال اللي كانت خلال البرنامج العشاري 2005 2015. وبعد يعني النجاح ديال هذا المشروع هذا اللي كانت عنده اهداف متعدده، من بينها اولا حمايه مدينه السماره من الجهه الشماليه من ظاهره زحف الرمال، واللي تمكنا الحمد لله هذا الوادي يعني هذه المنطقه هذه الغابه تمكنت من انها تحل هذا المشكل ديال زحف الرمال. الان دزنا المرحله الثانيه بعد ما وصلوا الاشجار لهذا المستوى ديال النمو، بانها تمر للدور ديالها الثاني اللي هو الدور الترفيهي وتربوي، يعني باش تكون عندها ادوار ترفيهيه وتربويه لفائده الساكنه ديال الاقليم. ولهذا الغرض فاحنا قد تمت البرمجه ديال التهيئه ديال هذه الغابه خلال سنه 2017، يعني بدايه التهيئه الشطر الاول اللي غادي يكون فيه واحد التهيئه ديال 200 هكتار، فيها مجموعه ديال المشاريع بما فيها يعني السياج، بما فيها يعني انشاء الحلبه ديال الرياضه، مسالك تربويه، مسالك رياضيه، مقاعد ديال النزهه، العاب الاطفال. يعني هادو كاع المسائل اللي غادي تحاولوا نهيئوها خلال هذه السنه في الغابه الحضريه، من بعد غتولي سميتها الغابه الحضريه او شبه حضريه لواد سلوان. وحنا الان في طور المرحله ديال الاعداد لاتفاقيه الشراكه اللي غادي يكونوا فيها المتدخلين على مستوى الاقليم، سواء عملات مصالح عملات اقليم السماره او الساده المجالس المنتخبه. فيعني هنا غادي يكون واحد اتفاقيه شراكه اللي غتبلور في هذه الايام المقبله، والهدف منها هو اننا نوضع واحد البرنامج واضح لتهيئه هذه الغابه لكي يعني تكون من هنا الى سهل الله من هنا تقريبا واحد سنه تقريبا تكون جاهزه لاستقبال الافواج الاولى ديال الزوار ان شاء الله. كما قلنا في هذه الغابه يعني كتمتد حد الساعه هي 400 هكتار، ولكن التهيئه ديال هذه السنه غتشمل فقط 200 هكتار، وكما ذكرنا الاشغال اللي فيها اللي غادي يتم البرمجه ديالها.